وعلى سبيل الجمال حدثني عن السوريين. السوري منتج وين ما راح ما بيتكل، يقعد وناطر. يعني وين ما راح سوري عمره 10 عمره 15 عمره 20 بيشتغل وبيتعب وبيشقى ليطلع لقمة عيشه. تلت الشركات الأجنبية في مصر سورية. السوري غير، السوري غير. دول نورونا وأسعدونا بأخلاقهم وشطارتهم ونظافتهم. اكتشفت شغلة صغيرة، إنه السوريين وين ما بيروحوا بيحيوا المكان اللي هم موجودين فيه، بيعملوا المكان جنة. والله العظيم انا لو املك القرار في البلد دي لاجيب وزير صناعه سوري، اي عيل من الشباب السوريين اللي موجودين اللي عملوا انتاج في المصانع اللي موجوده عندنا هنا في اكتوبر جنبنا، والله العظيم اجيب وزير صناعه. السوريين كان هو النجار في بلده، هو الطباخ، هو الغسال، هو الكناس في الشارع، هو البنشري وكل شيء. افضل اطباء اسنان زمن ابوي وابوك وجدي وجده ما كنت تسمع انه كان يروح يسوي اسنانه في سوريا. فجاه تجد سوري يقدم لك الخدمه ويترجم لك بالالماني وبالهولندي وبالفرنسي وبالانجليزي. بصراحة أنا اليوم في هذا المقطع أنا أحب أن أوجه رسالة وشكر لإخواننا السوريين. شوف السوريين بعد ما أدوا مناسك الحج كيف تركوا مخيماتهم. شوف النبل، شوف النظافة، شوف الأناقة. والله أنا أحث جميع الشعوب الإسلامية أنهم يعني يتشبهون بهذا الفعل. يا رجل كنت أذكر على أيام جدي يقول لك يطلع مع الركب يمشوا هنا بالحمير الله يعزكم والبغال، يروحوا المدينة ومن هناك يركبوا القطار العثماني ويروح سوريا عشان يتصور. سوريا يعطوا له جاكيت ويلبس ويمشطوا له شعره كذا ويتصور. ما كان في هنا كاميرات ولا كان في شيء. بدأوا في التقنية هم هناك بنفسهم الحرفية. هو أكثر شيء لمسني من جوا اليوم إني شفت فنانين من سوريا الحبيبة اللي وحشتنا كثير. تحية لسوريا ولشعب سوريا.